اسأل حكيما ولا تسأل مجربا. لم يبقى الكثير على وصول أفراد أسرة السيدة جليلة، إذن لا بد من إعداد طعام الغداء. ولكن رأسي، أين أنا؟ يا لطيف، ما الذي يحدث؟ أي مرض أصابني؟ سأتصل بأختي أم سعد. لا عليك يا جليلة، إنه فيروس الإنفلونزا. لقد أصبت به منذ عدة أيام، ولا شك في أنه قد وصل إلى الأعصاب. هذا هو سبب شعورك بالدوار. ماذا أفعل؟ هل أذهب إلى الطبيب؟ لا حاجة إلى الطبيب، مصاريف من دون فائدة. اسألي مجربا ولا تسألي حكيما. لا صداع بعد اليوم، حبة واحدة تغني عن حبتان، حل سريع للصداع. هل صحيح ما قالته أم سعد؟ يبدو أن السيدة جليلة لم تطمئن لكلامها. أم طلال، اسألي مجربا ولا تسألي حكيما. إنها الدودة الشريطية. نعم الشريطية. شربة طرد الديدان خير علاج لك. سلامتك، إلى اللقاء. شريطية، هذا ما كان ينقص. سمعت أنك تشعرين بالدوار. لا تخافي، إنه التهاب اللثة، هذا كل شيء. اسألي مجربا ولا تسألي حكيما. مبارك يا أم طلال. نعم، أخ أو أخت لطلال أو فاطمة. نعم. ساعة كاملة قضتها السيدة جليلة وهي تستمع إلى جاراتها، ومع كل حديث كان هناك تشخيص مختلف. ما رأيكم؟ تمام الساعة 2، موعد عودة أفراد الأسرة. أمي، أين أنت؟ أنا جائعة. أمي. يا لطيف. وهكذا كان لابد من إحضار الطبيب لمعاينة السيدة جليلة. لا داعي للقلق، إنه الإرهاق فقط، ومع ذلك فقد كان على السيدة جليلة أن تتصل بي عندما أحست بالدوار أول مرة. أمي، كدت أموت خوفا عليك. لا تخافي، أنا بخير. الحمد لله. يا جماعة اسمعوني، ارفعوا السماعة، هيا. السلام عليكم. من؟ أم رمزي؟ نعم، اسمع يا أبا طلال، ما قالته نسوة الحي لزوجتك كلام فارغ. أم طلال مصابة بالقرحة المعدية ونقصان الكالسيوم والحديد والفولاذ. اسأل مجربا ولا تسأل حكيما. وداعا. فولاذ؟ استشارة الطبيب أمر لا بديل عنه. ولا تنسوا، اسألوا حكيما ولا تسألوا مجربا، ودمتم سالمين.